لكن أمن مستعدون لمواجهة كل المنتخبات. أوكي أنا معك، لكن بداية من دور ربع النهائي. علاش أنا تحطني الآن في مواجهة الكونغو الديمقراطية أو مواجهة السنغال بداية من ثمن النهائي وترهقني، وفي حين رؤوس المجموعات الأربعة الأولى سيتمتعون بأفضلية مواجهة الثوالث ليسوا أقوياء بكل صراحة. محمد القرعة حطتنا في المجموعة ياك كنا قادرين نخرجوا في المجموعة با، كنا قادرين نخرجوا في المجموعة سين، ولكن خرجنا في المجموعة تاع ولهذا نقول انا بالنسبة لي ما كانش مؤامرة، كان قرعة طيحتنا هكذا وهذا ما كان. ميدو ما رأيك؟ انا جو فوا توجور لو لوش صراحة، خاصة بعد ما حدث نظرية المؤامرة. لا ماشي نظرية المؤامرة، انا لعب كيما تونس كي سي باسي اوجوردي في الماتش تاع لا طنزاني مع تونس، وكأن كل شيء فعل لتنتهي المباراة بتعادل هدف مقابل هدف بين تونس وطنزانيا من أجل حسابات كثيرة، لأنه فوز المنتخب التونسي كان راح يأهلوا في المركز الثاني ويحطوا في مواجهة مالي ويقصي طنزانيا ويولي ثالث المجموعة تاع السنغال، هو اللي يروح صاحب مركز ثالث يعني بصفة رسمية ويواجه أحد المنتخبات. وكاين فوز منتخب وهزيمة منتخب تونس كانت ستضعها في المركز الثالث وتأهل طنزانيا ثاني، كنا نشوفوا الديربي في الدور الثمانية. لكن مثل ما قال امين بعض الاعلاميين الجزائريين تحدثوا في هذه القضيه. ميدو اعطينا اراء بعض الاعلاميين، منهم من يتحدث عن نظريه المؤامره او يلمح اليها، ومنهم من يقول بانه مجرد قانون ولا توجد هناك اي مؤامره. عادل من فضلك إذا كانت الصور جاهزة نشاهدها. شوف محمد الآن نتكلم معك وأنا نقرأ في منشور حطوا الزميل عمر بودي. راح يكون عندنا نعم بارك الله فيك. خلاص إذا كانت المنشورات جاهزة أعطينا إياها من فضلك. نعم نريد أن نقرأ هذه المنشورات. نبدأ بمنشور حفيظ دراجي الإعلامي الجزائري المعروف، وكذلك منشور للزميل عمر بودي الذي كان يحضر معنا في العديد من المرات هنا في قناة الهداف. أمين تحدثت عن الموضوع؟ شوف أريد أن أتحدث من الجهة التقنية. ما اقترحه الناخب الوطني هو يريد أن يعطي هوية لعب في هذه الدورة لمنتخبنا الوطني، لأنه على المدى المتوسط الأخ محمد. نعم. فلهذا أمني النفس بأن نذهب إلى أبعد نقطة ممكنة. هذا ما لديك أمين. نعم، لأنه لما تشوف أول دورة مغلقة المدرب يكون مع لاعبيه ويشتغل مع لاعبيه يوميا. نعم. وانت تلقى روحك في الويتام دو فينال في ثمن النهائي السنغال او الكونغو، ومع انه نحن نريد ان تكون عندنا سرعتنا القصوى. ربما في مباراة غينيا راح يدور لاعبين، وفي مباراة الثمن النهائي تقدر تقول بأنه الوقت كافي لكي نرى الوجه الحقيقي لمنتخبنا الوطني. نعم، إذا ننتظر المنشور الخاص بزميل حفيظ دراجي والزميل عمر بودي إن كان جاهزا. عادل أو نعم نشاهد منشور القانون وبعد ذلك نشاهد. نعم أعطينا، تفضل ميدو. اون كا ديغاليتي دو بوين نورمالمون. نعم. لأنه في حال التساوي، في حال التساوي في عدد النقاط بين المنتخبات واش يقول لك اون كا ديغاليتي دو بوين اونتر دو زيكيب او تيرم دي ماتش de groupe. Les équipes seront départagées selon les critères suivants, dans l'ordre indiqué ci-dessous. La loi 74-1-1, le plus grand nombre de points obtenus lors de la rencontre entre les deux équipes. بين السنغال أكبر عدد من النقاط بين المنتخبين هما تعادل. صح. ثاني نقطة القانون 74 1 alinéa 2 واش يقول la différence de but sur l'ensemble des parties disputées dans le groupe. فارق الأهداف في كل المباريات الثلاث التي لعبت في المجموعة، وهنا راهم متعادلين لحد الآن بزائد 5 زائد 5. La loi 74.1 alinéa 3 واش تقول le plus grand nombre de buts marqués sur l'ensemble des matchs de groupe، يعني مباريات المجموعة. نعم. لذلك والقانون 74-1 alinéa 4 يقول un tirage au sort sera effectué par la commission d'organisation en cas d'égalité de points entre
بلوس دو دوز ما ايكيب. مش متعادلين ميدو. لا لا لحد الان ماهمش متعادلين. غير ست متعادل اهداف السنغال وكانوا يسجلوا 5 اهداف. امين حبينا نقولوا بانه ما فيش انتهاء تعادل في كل شيء. نعم. يتم لو الكونغو الديمقراطيه الان تسجل الهدف الرابع مثلا يصبح تعادل في كل شيء، وفي هذه الحالة سنضطر إلى عملية قرعة بين المنتخبين من طرف اللجنة المنظمة مباشرة بعد نهاية. شوف آخر حل ميدو ان تيراج au sort effectué par la commission d'organisation. يعني عملية قرعة ستقام من اللجنة المنظمة. نعود إلى منشورات الزملاء ونبدأ بزميل الحفيظ دراجي. ماذا قال عن إمكانية وقوع الجزائر مع الكونغو الديمقراطية أو السنغال؟ إذن قال مجرد ملاحظة: رواد المجموعات الأربعة الأولى في كأس إفريقيا بالمغرب سيواجهون أصحاب المركز الثالث في ثمن نهائي إلا الجزائر وحامل لقب كوت ديفوار عن المجموعتين الخامسة والسادسة، حيث سيواجهين صاحبي المركز الثاني. لو جئنا في المركز الثاني كنا سنلعب أمام كوت ديفوار أو الكاميرون، وبما أننا نلنا المركز الأول فسنواجه إما السنغال أو جمهورية الكونغو الديمقراطية، فمرحبا بمن تم اختيارهم لملاقاتنا. هنا يعني إبهام واضحة من تم اختيارهم. نعم، من حفيظ دراجي بأنه ربما يكون هناك أمر قد دبر بليل. قال سنلعب بنفس الروح والله خير الماكرين، يعني إشارة أخرى من طرف الزميل حفيظ دراجي. كان المنشور الآخر جاهزا، قلت في هذا البرنامج الرأي والرأي الآخر. إذن منشور الزميل عمر بودي: هل تعرض المنتخب الوطني للمؤامرة؟ توضيح بخصوص مواجهة الثمن نهائي وسبب عدم لعب الجزائر ضد منتخب يحتل المرتبة الثالثة. لا مكان لا مؤامرة ولا أي شيء. القانون واضح، صورة من القانون موجودة في التعليقات، وهو ساري مفعول منذ 12 أبريل 2019. تم وضعه بعد زيادة عدد المنتخبات من 16 إلى 24. وقال بأن المنتخب الجزائري استفاد من هذا القانون في 2019 عندما تواجدنا يومها في المجموعة الثالثة، واجهنا منتخب غينيا صاحب المرتبة الثالثة في المجموعة الثانية من دور ثمن نهائي. أصحاب المراتب الأولى في المجموعات الأربعة الأولى A B C D هم من يمكنهم فقط اللعب ضد المنتخبات التي احتلت المرتبة الثالثة. واختيار هذه المنتخبات كان خلال القرعة التي أجريت يوم 27 جونفي 2025، والتي من خلالها يتم تحديد مسار كل منتخب إلى غاية الدور ثمن نهائي. تواجد المنتخب الوطني في المجموعة الخامسة كان من خلال عملية القرعة وفقط. On favorise certaines nations au dépend des autres. Est-ce que معليش قرعة تندار، mais est-ce que vous voyez le groupe 6 Cameroun Côte d'Ivoire, groupe 5 Algérie Burkina, groupe 4 Sénégal Congo، ومن بعد من الجروب 3 وروح مجموعات متوازنة. احنا منذ أن وطأت قدمنا في هذه الدورة في قناة الهداف ونحن نتحدث بإيجابية عن المنتخب الوطني، وشاهدنا الإيجابية داخل المستطيل الأخضر. نعم. أول شيء رياضي نخبة. شوف محمد، أول شيء نعم، أول ميزة بالنسبة لرياضي نخبة هو يقول لك مونتال ا توت ايبروف. نعم. احنا نتلاقاو في الثمن النهائي سواء مع السنغال أو كونغو الديمقراطية، أنت تصورت أوليا هذه الدورة محضر بدنيا وذهنيا. نعم. داخل الدورة بقوة، مقابلتين حافظت على شباكك ومسجل 4 أهداف. نعم. وأبليت البلاء الحسن من طرف مدربك تكتيكيا. نعم. وتحضر مباراة ثالثة يجب الابتعاد نهائيا عن نظرية المؤامرة على حسب نظري، أنا على حسب وجهة نظري محمد، لأن اللاعبين مركزين داخل المستطيل الأخضر وبحاجة إلى أكثر إيجابية، وممكن أمور مثل هذه تخرجنا عن نطاق